حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قالوا عن حد يختلطونك لابد من 4 شروط، والدنيا كاملة ما فيها من الماح. عود شاب ما يشيبن، وصحيح ما يمرض، وغني ما يفقر، وحي ما يموت. والدنيا كاملة ما فيها من الماح. والجنة فيها كاملة على مستوى وإلى الأبد، بأعلى مستوى وإلى الأبد تحياوا ما تموتوا أبدا، وتصحوا ما تمرضوا أبدا، وتعودوا الشباب كلكم متقادة فيه الطبائع ملايير السنين، ما تطلع له شيبة ولا تطلع له كمشة ولا ينفدع كراعه ولا تصويه درس ولا تشبه شاكلته، متمرفق على متك من متاك الذهب والفضة ولابس متخنطل من الحرير، وشرابه تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. وكيلو الا نتمنى يجي مطروح على بلاطات من الذهب، ولا عاد اللحم يعود نص وش في نص مطبوخ، ولا عاد فواكه كل فاكهه تعود فيها 72 طعمه ما فيها طعمه كيف الاخرى، ولا فيها شي قاسي ولا فيها شي يزرق ولا فيها قشره، ومن يقضاهم بيده يجوا بيده التين، ومن يوكلها تنقلب مسك ويقوم ينظنظ على جل. وبراه الجنه ما فيه دوش ولا فيه كابينه ولا فيه فونس ولا فيه زازواية الشاير ولا فيه بطة من قرولية مبعورة ولا فيه حمار شايل برجله والغبرة والدخان والعياط قايل. العرض السماوات والأرض مطرحة، والطول أطول من العرض، والطوابق 100، وكل طابق قد بين السماء والتراب، وذا كامل مبني ببريكة من الذهب وبريكة من الفضة مغاليات المسك، والتراب دقيق الياقوت ودقيق اللؤلؤ مصوبة على المسك. والخيام ما هم اللوبر والشراويط ومالي كانوا والدراري الدرس والملاح بحاجة لك والرقاب والأحبال ولو تاجوا وخل حد يتعيط رجع لقشاش تراس والتمالة كان في يلوتي. الخيام من اللؤلؤ، والخيمة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. والعلم ما في سحوة. الواحدة منهم من تتفله بحر يبقى حلو، ومن تتبسم يضوي في الجنة، ومن تعيط الميت به رخامة صوته وحلاوته يتفرق القاع ويقول أنا أتكلم لي حضرك من الله. وتلبس 70 لبسة من الحرير، وتمي الشاف مخها من وراء اللحم من الحسن، ولا تحيض ولا تنفس ولا تتنخم ولا تتفل ولا تدور 5، وقاعدة تحت عرش الرحمن من يوم قال لهم ولا نكون فكانت، اللي هي قاعدة تحت عرش الرحمن في الخيمة الكبيرة، ما قد شافت الشمس والقمر والغبرة والشدايد، وشوف وجهها أصفى من المراية، وتقول له والله يا قرة عيني ما رأيت في الجنة أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. جفنها كش مستفتر شوي، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بالجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لازم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. تلبس 70 لبسة من الحرير وتمي الشاه مخ ساقها من ورائي، وتقعد وتغني تقول نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، ما ظن سامعه بصوت
أحسن الأصوات من حور الجنان حسان. نحن النواعم والخوالد كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. نزده سماعك إن أردت السماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. الدنيا تقبل واحد منهم يعود ويكز عليه عصبات ويتم ينقريه بأصبعه ويقول الناس علمني مولانا بعد الله هذا عود وعصبه والشيخ راجل مضبوط يهز ويهز كراعه بعود وعصبه. هذه أغصان من الذهب والفضة وحركة فيها رياح تعزف ملايير الألحان. وكانوا أهل الدنيا يسمعوا منها لحن يموتوا قاعد بهم زينه. من يسمعوا غناء الحور يقولوا هذا مات دوراش. يقعد داود عليه السلام وترى يقرأ الزبور. كان في الدنيا مين ترى يقرأ الزبور المحلاه يقلص الله يرالي هلين تقلص. لا إله إلا الله. يسمعوا الجنة يقولوا هذا مات يقدعوا الشيء منه يقعد لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وترى يقرأ القرآن ويتوافقوا كامل إذا مات دوراشي. هذا اللي قال للراجل ما تقدعوا الشيء منه. فالله تعالى بنفسه في كماله وجلاله وجماله يسمعهم كلامه. سلم عليهم بعد قاع سلام قولا من رب الرحيم. من ثم يقرأ لهم الرحمن وعلم القرآن. الرحمن من الرحمن نفسه. لو كان يموت منين يشوفوا نور مولانا مباشرة والله يسمعوا كلامه يموت. لهم لذة وحلاوة للجبر. تالي بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا. تعالى الله ذا السلطان يضحك إليهم مكلمون. وكل واحد منهم بس كان ينقال له في الدنيا فلان ولا فلان حاج لك الذنب العدد ساكن نهار في الدنيا يقول له يا رب يا رب ما غفرت لي عند رجل المحشر. يقول له كنت ما غفرت لك ما تلحق بالك لا خلي ذاك. يكون لهم اسحاب من المسك ويخليها وعدتهم وتصلي ملود عليهم بنوع من المسك ما قد شموه فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان. يقول لهم قوموا قيسوا السوق والسوق وقفت الملائكة كل بوتيق واقف فيه ملك كريم. هذا باش ذاك التطيق سوق وهذا لو خرباش ذاك اللي التطيق سوق. وهذا اللي بخاطري من تحت شنو هذا؟ قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم هذا اسم المهم لكم. وقدرت عليها وخر شنو هذا؟ قال الله تعالى ولدينا مزيد. ونعت لك صورة عاجبتك تقعد كذا الراجل والله اللي نبغيه حضرك في الدنيا شايف شيلوش ولا يك الراس والله ما اللي عاجب تطشته اختار ما اللي يعود قول يمشي يساوي لي عندنا عمليات التجميل ويتموا يشرطوه ويكووه ويقطعوا له شيء من قايم ويديروا ويدعوا لا يتخرصوا ينقبق قلبك يزقل ماليه غليظه ويقيم مره يعود كيلو مره يعود كيلو بوكو. وهذا اللي يعود كيل القمر ليه 14 كأنك قد خلقت كما تشاء. ذيك اللي قالت النبي في الدنيا يشوفه هو في الجنة. ثم أحبابنا الكرام كم من سنة وكم من قرن وكم من ملايير القرون إذا كم لا يفوت. قالوا على التقريب مثل بين السماء والتراب من حب وتم كل 1000 سنة يجي طيرك بعض حبة واحدة يفرغ ذا كامل ما فرغ نعيمه الجنة ولا فرغ عذابه النار. بارك الله. واحدين هوك تقلبوا وجوههم في النار. واحد يلبس الحديد ويسكن في النار. قيم واعد النار عطشان وجيعان وهو واعد النار. أول شيء تعدل وتقلع عظم راسه مكشي عليه تزرقه وتلهب دماغه ويستوسف جلده ويندال له جلد جديد وما يدقدق له عظم ما ترى برا لا يجبر كسيرها ولا يفك أسيرها. يعيط 70 سنة به الجوع يجاب له الزقوم شي من الشوك المكلظ اللي فيه شيء يقطر منه تقطر منه قطرة في الدنيا تشيبها كاملة وتخسرها ولقم منه لقم أكبر من هم ينقص
وطعاما ذا غصة، ويعطي 70 سنة غاص من الزقوم في النار، ما يجبر ما هو عرقه للنار مفيض، وين يقرب من وجهه يطيح عينيه وخنافره، في ينسلخ وجهه فيه يلتقف له يقطع مصارينه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. تحطم معنوياته في النار، ينصب عليه الحميم وينقال له وين انت قاعد في المستقبل، ذق انك انت العزيز الكريم. كنت ما انك عزيز وكريم ما يعدل لك ذا قاع، يعدل لك شيء شد من ذا التهكم. ثم يحفظنا الكرام هم في الدنيا. الله قالوا عن الدين ان الدنيا والاخره عمارتهم واحده، عمارتهم تصلحهم وعمارتهم تخسرهم. وقالوا عن راجل الدنيا واخره ما هو خالد، خالد قال لا راجل الاخره يراه مثلتين، وراجل الدنيا يتعاق معه مثلتين. من كان يريد العاجله والله يريد الاخره، من اراد الاخره منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ما فهم راجل الدنيا واخره، هيك اللي عندنا احنا نقولوا راجل الدنيا واخره، ما هي خالد. خالد قال لا دار الاخره يرى معها الدنيا كذب، واخرى تحبونها تحت التفل تحت، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. والله دار الدنيا حضرك جل رستوران وشرديك يجبر معاه صلاه وفريت وشويات كذب. قال يجي دور ذيك الشويات ما هو شاري الديك. شنو قال له؟ قال له صدقت انها تنعطى مع الديك، يعني يورط هاك ينقلها، هاك يا قال ينقلها. حتى حد يدور الاخره تنعطى معها الدنيا كذب، وحد يدور الدنيا ممكن فيها المال والاولاد يعذب بهم، وفي الاخره تحنيه النار والزمقه من الجنه. يا احبابنا الكرام، الدين معلوم في الدنيا ومعلوم في الاخره. وقلتوا محاليه في الدنيا ومحاليه في الاخره. قدرت فيه الدين اذا استغنى خير فيه، ولا افقر خير فيه، ولا صحه خير فيه، ولا مرضى خير فيه، ولا سافر عن اهله خير فيه، ولا قعد عند اهله خير فيه، ولا شاع في الناس خير فيه، ولا عاد ما علم به ذيبه خير فيه، ولا طوال عمره خير فيه، ولا ما طوال مدي خير فيه، ولا حيا خير فيه، ولا مات خير فيه. باش جات غزه من يدخل مشكلة يجعل له مخرجا، ومن يقص رواية تيسر يجعل له من أمره يسرا، ومن تشوفه أنت تبغيه كالضقاع يسبقه الله إلى قلوب عباده فيقذف محبته في قلوبهم فلا يرونه إلا أحبه. خذ لقاش الله بغيت في الله ومنه، أنت ما تعرف منه أنت تبغيه. سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن يقص رواية تيسر يجعل له من أمره يسرا، والعنده تنزل فيه بركات من السماء والأرض. ومن تتخمم في مدة خيمة شينا يقعرهم ولا نبيها إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكدر في الدنيا العذاب، منين يعذب يتمونك في العذاب. بلال رضي الله عنه قالوا انت بسم حال صبرت على العذاب، قال لهم مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. الناس اللي فيها الدين تتنعم في العذاب، فلهذا مولانا قال إن الأبرار لفي نعيم. والناس اللي ما فيها الدين يجيرنا ويجيركم كلهم اليوم رفد الراس، اللي هو يطير وينزل ويحص ويقلع، كان يحصل مال وأولاد، والمال حصل والأولاد حصلوا، وتقابلوا مع العذاب وفريط الكيس يقول لك ها طفيل لا معذب عمرك، وهاي الدار فارطة كيسي، وهاي الوتة كرطونتي، وهذه فؤادي، وهذه معذبة جلة عمري. والقضية ما هي الكرطونة ولا هي الفؤاد ولا هي جلة العمر، القضية القلب، والقلب توف فيه الجاه الشوط ما يغلى فهمه الدين. اللي درت فيها القصور والبنوك والدول المكركبات ما ينقطوا فيها، وما يدير فيها الدين تمثله هو الآن شعور قلوب الأدمية الخاص. وفيه شعث ما يدهنمه الدين، وفيه ترصاه ما يسكنوه السلاسل يسكنوه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفيه وحشة ما يأنسوها الأوانس، إذا ما بقى حد غالي عليك ما ريته، ولا بقى تبرد زينا ما ردها، وضحكت وبطيت قدمك ذاك ما هو حق. ذيك الوحشة ما يغسلها البحر الأخضر، يغسلها الأنس بالله. وواحد من العلماء قال لهم مسيكين للدنيا خاووا منها ما جابوا أحلل فيها، قالوا له شو أحلل فيها؟ قال لهم الأنس بالله هو أحلى شيء في الدنيا.